كيفاش تعلم اي حاجه بغيتيها في وقت قصير. كما كنعرفوا حنايا في واحد الزمان اللي المعلومه ولات متوفره فيه بشكل كبير في كاع لي دومين. اي حاجه بغيتيها كتلقى المعلومات عليها وغير من تليفونك. واخا هكا كتلقى الاغلبيه ديال الناس تالفين ما قادرينش يتعلموا حتى شي حاجه. علاش؟ الا كنتي واحد من هاد الناس كمل معايا الفيديو حتى الاخر، غنعطيك اهم الخطوات اللي خصك تتبعهم باش تحترف اي حاجه اولا تعلم اي حاجه بغيتيها وفي وقت قصير. السلام عليكم، معكم حنان. الا كنتي مهتم بالمواضيع ديال تطوير الذات اضافه للقصص الملهمه، شارك في القناه وفعل زر الجرس باش يوصلك ديما الجديد. ومرحبا بك. اجي نرجعوا شويه قبل ما يكون الهواتف الذكيه الكونيكسيون. الناس كانوا كيلقاو صعوبه باش انهم يلقاو المعلومات وما كانوش المعلومات كافيين. كان كل واحد فينا كيعتمد يا اما على داكشي اللي كيقولوا لنا والدينا، المحيط ديالنا اولا المدرسه، معلم، الاساتذه. هادو هما اللي كنعتمدوا عليهم في المعلومات. او الليله بغينا مثلا نزيدوا نقلبوا كنمشيو للمكتبه، واخا كانوا المكتبات قلالين بزاف، ولكن في هذا الوقت هذه ولات المعلومه في اي حاجه بغيتي. يكفي انك تدخل تليفونك غتجيب المعلومات اللي بغيتي، سواء في قرايتك، في خدمتك، بغيتي تتعلم شي حرفه، بغيتي تتعلم اي مهاره، ما كتلقاش نهائيا مشكل في انك تلقى المعلومات. ولكن واخا هكاك كتلقى راسك انك تالف، ما عارفش علاش تركز، ما عارفش الدومين اللي تتبعه، وبالتالي كتلقى راسك انك ما شديتي حتى شي طريق. اللي واقع ان حيت المعلومات كثارين بزاف ما بقيتيش قادر انك ترتبهم. كتلقى مثلا معلومات على واحد الدومين، نهضروا حنا نعطيو مثال بالمهارات اللي ولينا كنتعلموهم باغ انترنت. بما ان الوقت تبدلات وبزاف ديال المهن مستقبلا ما غاديش يبقاو، كلشي غيولي يخدم باغ انترنت. ماشي كلشي بطبيعه الحال، ولكن الاكثريه. داكشي علاش خصنا نواكبوا العصر، وخصنا كل واحد فينا ضروري ما يتعلم شي مهاره اللي ممكن انه يعيش بها مستقبلا. فنمشيو حنايا على هذا الاساس اننا نهضروا على المهارات اللي كنتعلموهم باغ انترنت. فاللي كيوقع لك مثلا انت كتبغي تعلم واحد المهاره، كتلقى بزاف ديال المعلومات، بزاف ديال لي دومين. شي كيقول لك مثلا لي كوميرس، التجاره الالكترونيه مربحه زوينه خصك تركز عليها، كتمشي كتبدا فيها واحد شويه، كتلقى الادز الروينه، داكشي معقد، كتخرج يلا كتعلم واحد شويه، كتخرج كتمشي عاوتاني واحد اخر كيقول لك صناعه المحتوى، كتمشي كتاخذ شي محتوى مثلا وكتولي كتخدم عليه، ما كيبانولكش النتائج، كيبان لك داكشي عاوتاني فيه بزاف ديال المشاكل، فيه بزاف ديال صداع الراس. عاوتاني كتمشي وهي غاده كتبقى تلقى راسك كتنقل من دومين لدومين، ولكن ما قدرتي تحترف حتى شي حاجه وما قدرتي تعلم حتى شي حاجه. اللي خصك دير انك تختار دومين واحد زوين، تكون عندك واحد النظره شامله على كاع لي دومين اللي كاينين في السوق، وتعرف شنو كاين وشنو اللي مطلوب. ولكن ما خصكش تبقى هكا مده طويله، ضروري ما خصك تلقى واحد الدومين اولا واحد المهاره اللي عجباتك وتركز عليها. وهنا كتبدا اهم خطوه في انك تحترف شي حاجه وانك تعلمها، هي التركيز عليها. تركيز على حاجه وحده. الا بقيتي كتركز على بزاف ديال الحوايج وكتحاول دير بزاف ديال الحوايج في دقه، كون متاكد انك حتى شي حاجه ما غتشدها. غتلقى راسك تعلمتي شويه من هذه، شويه من هذه، شويه من هذه، شويه من هذه، ولكن حتى شي حاجه ما احترفتيها. اجي دابا نهضروا على الخطوات اللي ممكن انك تتبعهم باش تعلم اي مهاره او لا اي حاجه بغيتيها في وقت قصير. قبل ما نعطيك هاد الخطوات، الا كنتي مازال كتقرا نبغيك تركز على قرايتك. بغيتي ولا كرهتي، واحد عنده شواهد ماشي بحال واحد ما عندوش شواهد. اقل حاجه تكون عندك شهاده البكالوريا. فاذا كنتي مازال كتقرا، نصيحتي لك انك تركز على قرايتك، وفي نفس الوقت تقدر تعلم مهاره اللي تحترفها مستقبلا. الا كنتي كتعرف كيفاش تنظم الوقت ديالك، كون متاكد انك غتقرا مزيان وفي نفس الوقت غتعلم شي مهاره. انا اللي بغيت نركز لك عليه هو ما عمرك تسمح في قرايتك وتقول لا انا غنتبع واحد الدومين وكاين فيه الفلوس وانا مستقبلا غندير به لاباس والقرايه ما عطاتناش وهادي. هاد الهضره ما بغيتش نهائيا تقولها. ضروري ما تركز على قرايتك، ضروري ما تكون عندك واحد لاباز. حيت الا بغيتي تعلم شي مهاره اللي واعره، ضروري ما يكون عندك واحد لاباز اللي لا باس به. على حسب لاباز اللي عندك، على حسب داكشي اللي غتعلم. كان عندك واحد لاباز اللي هو زوين، ضروري ما غتحترف شي حاجه اللي واعره. كان عندك واحد لاباز اللي هو غير ضعيف، ما غاديش
تقدر تجاوز انك تعلم واحد المهاره اللي غير على قد الحال وصافي. وإلا كنتي كتخدم بقى في خدمتك وبقاي في خدمتك، وفي نفس الوقت بامكانك انك تعلم مهاره وحده اخرى. ما عمرك تضحي بخدمتك مثلا بواحد المدخول شهري كما بغى يكون على انك مثلا تعلم شي حاجه وانت مازال ما تقنتيهاش وانت مازال ما احترفتيهاش. راه الا كنتي كتعرف كيفاش تنظم وقتك وكنتي كتعرفي كيفاش تنظمي وقتك، راه تقرا وتخدم وتحترف مهاره. داكشي كيجي من تنظيم الوقت، حيت بزاف ديال الوقت ديالنا كنضيعوه غير في الخوا الخاوي. دابا اجي نهضروا على الخطوات بالتفصيل اللي خصك تبعهم باش انك تحترف او تعلم اي حاجه بغيتيها في وقت قصير. انا عطيتكم مثال بالمهارات تاع الانترنت، ولكن نتوما بامكانكم انكم تطبقوا هذا الشيء على اي حاجه بغيتوا تعلموها. فاول خطوه كما قلت لكم في الاول هو التركيز على حاجه واحده. ضروري ما تركز على واحد الحاجه، والتركيز على حاجه واحده كيجي من بعد ما كتكون تايق في راسك، مآمن بداك الشيء اللي بغيتي تعلم ليه، مآمن بداك الدومين اللي انت بغيتي تتبعو. ما تسمعش نهائيا الهضره ديال الناس ديال هذا الشيء ما واكلش وانت غير كتضيع وقتك وانت غير كتضيعي وقتك. لا، خصك تثق في راسك، تثق في داك الشيء اللي بغيتي تتبع وتركز عليه بوحدو. الخطوه الثانيه وهي تنظيم الوقت. الا عرفتي كيفاش تنظم الوقت ديالك كون متاكد انك غتعلم اي حاجه بغيتيها في وقت قصير. من بعد ما كتكون درتي كاع المهام اللي عليك، الروتين ديالك اليومي، ضروري ما كيبقى لك واحد الوقت اللي ما كتلقى ما دير فيه، كتبقى من فيديو لفيديو او اللي كيدوز غير في تفاهات. ضروري ما تختار واحد الوقيت وتخصصه لانك تحترف شي حاجه اللي ترجع عليك بالنفع مستقبلا. فانت اختاريتي واحد الدومين، اختاريتي واحد المهاره، خصك ضروري ما تلقى لها الوقت وتركز عليها وما تخلي حتى شي حاجه تشتتك. ماشي تشد مثلا تبدا كتخدم اولا تبدا كتقرا على داكشي اللي باغي تعلم وفي نفس الوقت الميساجات كيوصلوا وكل مره تجاوب على ميساج. نهائيا ما غاديش تعلم بحال هكا. ثالث خطوه وهي التكرار. اي حاجه بغينا نتعلموها نحترفوها كما بغات تكون باش نتعلموها في وقت قصير وباش اننا نحترفوها في وقت قصير، ضروري من التكرار. يوميا خصك تخصص واحد الوقت من بعد ما كتكون نظمتي الوقت ديالك، كتخصص واحد الوقيت ساعتين ساعات المكانه يوميا باش انك تبقى تدرب على ديك المهاره. الا بقيتي كتدرب يوميا كون متاكد انك غير في الشهر غتنتقل من واحد المرحله ديال انك ما كنتي كتعرف حتى شي حاجه على داكشي اللي بديتيه لمرحله انك وليتي كتعرف الاساسيات. ضروري من التكرار كيعاونك كذلك انك كتشرب دوك المعلومات وداك العاده ديال انك كتكرر ديك الحاجه. العقل الباطني ديالك كيولي كيعاونك في انك كتعلم ديك المهاره او ديك الحرفه او اي حاجه بغيتي تعلمها. فاهم حاجه كما قلت لك هي التكرار ثم التكرار. الا بغيتي تعلم اي حاجه غيبقاو يجيوك لحظات ديال العجز، ديال ان شي حاجه كتجرك اللور ما فيك ما يخدمها هذا النهار تقول خليتها لغدا. ضروري ما تقاوم هذا الشعور وتبزز على راسك. عمرك تخلي راسك حتى يكون عندك دوك اللحظات ديال الحماس وديال انك موتيفي وباغي تعلم شي حاجه عاد تنوض باش تعلم انت. لا، في اللحظات ديال انك ما حاملش راسك ما قادرش، تما خصك تبزز على راسك وتحكم في راسك وتنوض يوميا تخدم على داكشي اللي انت باغيه باش تحترفوا وتعلموا في وقت قصير. رابع حاجه وهذه اهم حاجه وهي خص يكون عندك الصبر. خصك تكون صبار وخصك تكوني صباره باش انك تعلم اي حاجه بغيتيها. في هذا الوقت للاسف الاغلبيه ديال الناس ما بقاش عندهم الصبر، ولاو باغيين يتعلموا اي حاجه بالزربه ولا ما باغيينش كاع اصلا يديروا مجهود. كتلقاهم كيدخلوا الفيديوهات ديال كيفاش تربح 200 درهم بلا ما دير حتى شي مجهود، وزيد عليها داكشي حنا اللي كنشوفوه اللي ولاو كيديروه الناس لدرجه انهم ولاو كيزطموا على الكرامه ديالهم باش انهم يدخلوا فلوس بسهوله بدون ما يتعبوا ولا يديروا حتى شي مجهود. وللاسف الضعف اللي ولا في الشخصيه ديال الاغلبيه هو اللي كيخلي الناس مشتتين ما شادين حتى شي طريق حيت باغيينها سهله وباغيينها بارده. فإلا كنتي صبار كون متاكد انك غتكون القدوه وغتكون من اقوى الاشخاص اللي في هذا الوقت، حيت بنادم بغاها سهله ما بقاش باغي يدير مجهود. فانت الا درتي المجهود والا صبرتي كون متاكد انك غتحقق شي حوايج اللي ما عمرهم طاحوا لك
على البال. ضروري من الصبر. اي حاجه بغينا نتعلموها، اي حاجه بغينا نحققوها، ضروري ما خاصنا الصبر. راه حتى شي حاجه ما كتجي بالساهل، خصك ضروري الصبر، خصك ضروري ما تبدا كتعلم شويه بشويه وماشي دغيا تسنى النتائج. خصك ضروري دغيا يبانوا النتائج. الاغلبيه ديال الناس كيبغيو النتائج دغيا، وهادشي اللي كيخليهم ما كيكملوش، وهادشي اللي كيخليهم ما كيتعلموا حتى شي حاجه، ما كيشدوا حتى شي طريق. كتلقى واحد مثلا دخل لاصال اولا شي وحده دخلت لاصال شهر ما كتبان ليهاش النتيجه، كيخرج حيت حقاش باغي النتائج بالزربه. راه عمر النتائج ما كيجيو بالزربه، خص ضروري الصبر ثم الصبر. كما قلت لك الا بغيتي تعلم اي حاجه بغيتيها وفي وقت قصير، خص ضروري التركيز على حاجه وحده. ما عمرك تكثر عليه قوه التخربيق نهائيا، ركز على حاجه وحده. الا ركزتي على حاجه وحده، تبعتي الخطوات اللي قلت لك من خلال التركيز على حاجه وحده، الثقه في النفس، تبعد عليك الناس اللي بقاو يردوك اللور، يبقاو يشتتوك، تكرار، تنظيم الوقت والصبر. الا تبعتي هاد الخطوات كون متاكد انك في وقت قصير غتحترف اي حاجه بغيتي. في شهر غيبان لك الفرق، فما بالك ب3 شهور، ب6 شهور، في عام غتلقى راسك احترفتي ديك المهاره واحترفتي ديك الحرفه اللي انت بغيتيها. فعود ما تبقى انت مشتت وشاد من كل حاجه شويه. يدوز عام، وحنا عام كنعرفوا بانه كيطير، غتلقى راسك ما شديتي حتى شي حاجه، كل حاجه اختاريتي منها شويه شويه ولكن ما احترفتي حتى شي حاجه. ولكن الا ركزتي على حاجه وحده وتبعتي الخطوات اللي قلت لك، كون متاكد انه ما يجي يدور عليك العام حتى تلقى راسك واعر، تلقى راسك طوب في داكشي اللي تعلمتيه. وهذه في حد ذاتها مهاره انك كتعرف تعلم الحوايج بالزربه، مهاره انك كتعرف كيفاش تركز، كتعرف كيفاش تنظم وقتك، كتعرف كيفاش تصبر. هذه في حد ذاتها مهاره. فإلا كانت عندك هذه المهاره كون متاكد ان اي حاجه غتعلمها، حتى شي حاجه ما تصعب عليك. وتحقيق الاهداف غيولي عندك بحال شريب الماء، عارف راسك الخطوات اللي خصك دوز منهم، كتعرف كيفاش تجاهد النفس ديالك وكيفاش تحكم في راسك، وبالتالي حتى شي حاجه ما كتصعب عليك. وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. نتلاقاو في مواضيع وحده اخرى. ما تنساوش تخليو لي ارائكم في التعليقات، المواضيع اللي تبغيونا نهضروا فيها. تبقاو على خير، بسلام عليكم.